هنعمل مكرونه بشاميل وازاي طعمها يطلع معاكي مظبوط وفي منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين كده. احنا بنحب ناكلها على طول سخنه اول ما تنزل من على النار. معانا حله هنسلق المكرونه، معلقه ملح، ومعانا هنا نص مكعب زبده، نص معلقه زبده، بصلايه كبيره متقطعه صغير. هننزل عليها باللحمه المفرومه نص كيلو، نص كيلو مكرونه هيبقى عليه ربع كيلو لحمه مفرومه، انا هشيل نص الكميه. حطينا بشر طماطمايه وفلفل اسمر وشطه، وهنحط 7 بهارات وورق لورا بودر وحبهان بودر، ونقلب الكلام ده كله. تقدري تحطي فلفل الوان لو انت حابه. هنا بقى هنعمل كمان عقبال ما يستوي اللحمه المفرومه معانا اللي هو العصاج، هنعمل البشاميل اللي معانا 5 معالق زبده و5 معالق كبار هرميين دقيق. هنقلبهم مع الزبده كده لمده 3 دقايق، وننزل بكيلو لبن اللي هو نص ميه ونص لبن، وهننزل على اللبن بملح وجوز الطيب بس كده، ونقلب لحد ما يوصل معانا القوام لكده. احنا البشاميل بتاعنا خفيف، كل ما كان البشاميل خفيف في المكرونه كل ما اديها طعم احلى. المكرونه هنسويها يعني يعتبر كده هنسيب سنة على التسوية تكمل سوا مع البشاميل. هننزل نص كمية المكرونة ونحطه كده معلقتين بشاميل، ونقلب كده. دي الصينية اللي احنا عملنا فيها اللحمة العصاج، ما غسلناهاش، عملنا كده على طول فيها المكرونة. هنقلب كده وننزل بنص كمية العصاج، يعني نص الكيس اللي هو ال 400 جرام بياخد ربع كيلو لحمة مفرومة. العصاج شكله في منتهى الجمال وطعمه كمان كان جميل جدا. هنضغط كده بالمعلقة ضغطة بسيطة، وننزل ببقية المكرونة بالبشاميل المكرونة بتاعتنا. ونسويها وننزل بالبشاميل. بصوا البشاميل خفيف ازاي، مش خفيف قوي ومش تقيل قوي، يعني حاجة كده مظبوطة. اديكوا شفتوا كمية الدقيق اللي حطيناه 5 معالق هرميين، عملوا لنا على كيلو لبن على مية، عملوا لنا الكمية البشاميل دي وطلعت معانا بالشكل الجميل ده. نغرفها بقى وناكل بألف هنا وشفا. انا مش بحب استناها تبرد، احنا بنحب ناكلها كده وهي لسه طالعة من الفرن. طبعا طعمها بيبقى الناس اللي بتعشق البشاميل الجوسي الطري الجميل بيبقى عارفة الكلام دوت، او اللي بيحبوا ياكلوها زينا كده لسه طالعة من الفرن بيبقى طعمها في منتهى الجمال. لو استنيتي عليها تقدري تقطعيها قطع وتقدميها بألف هنا وشفا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.